إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، هذه الدنيا قد جبلت على البلاء وجلب الأكدار، والله عز وجل إنما خلق الخلق لاختبارهم ولابتلائهم ليميز الله الخبيث من الطيب. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي يختبركم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالناس في هذه الدار، دار الدنيا، مبتلون، فمن الناس من ابتلي بالفقر، ومنهم من ابتلي بالمرض، ومنهم من ابتلي بأذى الأقارب، ومنهم من ابتلي بأذى الجيران والأصحاب، ومنهم من ابتلي بمفارقة الأوطان، ومنهم من ابتلي بمفارقة الأهل والخلان. والمؤمن عباد الله ربما تميل به هذه الظروف وهذه الابتلاءات، لكنه مع هذا ثابت على دينه لا يتزعزع، كما جاء وصف ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع وهو أول ما ينبت فيها. قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيؤها الريح مرة وتعدلها مرة. فالمؤمن عباد الله إن صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة فهو في خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ولما كان الأمر كذلك يا عباد الله، كان الأنبياء أشد الناس بلاء، وذلك لعظم قدرهم وعلو منزلتهم عند ربهم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه.
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فأبشر يا عبد الله يا من ابتليت بشيء من الابتلاءات، فاصبر ولا تحزن، فإن قدوتك الأنبياء، فكما أنك قد ورثت منهم الاقتداء فكذلك ترث منهم الابتلاء. ولعل الله عز وجل كتب لك منزلة عالية عنده فلم تصلها بعملك، فأراد الله عز وجل أن يبتليك حتى تصل إلى هذه المنزلة العالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. واعلموا يا عباد الله أن حال المؤمن في هذه الدنيا كله خير وصلاح، ويجني ثماره في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن مما يعين العبد على الصبر على ابتلاءات الله عز وجل المؤلمة أمور، فمن ذلك الصبر والصلاة. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولما أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بموت أخيه قثم وكان على راحلته نزل فتوضأ وصلى ركعتين، فلما سئل لما فعلت ذلك قال: يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ويقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ومما يعين العبد أيضا حينما ينزل به الكرب أن يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومما يعين العبد أيضا أنه إذا نزل عليه ابتلاء أو نزلت عليه مصيبة فلينظر إلى من هو أشد منه بلاء، فإن هذا مما يعينه على الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم أي أسوأ منكم حالا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وليحذر المسلم أشد الحذر أن يتسخط على أقدار الله المؤلمة، فإن هذا مما يغضب الرب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأما إذا لم يصبر وربما يذبح نفسه أو يقدم على الانتحار أو هلاكها فإنه معرض للحرمان من الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. والذي يتسخط على أقدار الله المؤلمة فقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم ارزقنا العافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.